السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد من قناة أكلة بيتي. النهاردة هنعمل مع بعض مفارش رمضان 2023. كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعملها ازاي. أول حاجة معانا قماش، ومعانا الكنار ده، ومعانا المقص ومسدس الشمع. الحاجات دي بنشتريها من عند بتاع الخردوات اللي بيبيع الخيوط والحاجات بتاع مستلزمات الخياطة. هنقص القماش على شكل المفارش اللي احنا محتاجينها، مفرش سفرة، مفرش صغير. بعد كده هنبدأ نلزق الكنار بتاعنا على الأطراف زي ما احنا شايفين. بعد ما لزقنا الأطراف كلها، ده الشكل النهائي للمفرش. بتمنى يعجبكم، ينفع للسفرة. وده شكل تاني من المفارش. هنبدأ نقص الشكل اللي احنا عايزينه. ده مفرش ترابيزة، وهنجيب الكنار بتاعنا وهنلزقه على جميع الأطراف. وبكده يا حلوين نقدر نعمل مفارش رمضان في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وتكلفتها قليلة جدا قصاد سعر المفارش دي برا غالية قوي. فاحنا عملناها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. بتمنى تعجبكم. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كل سنة وانتم طيبين.